بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أول درس هنتكلم على حول كتاب فتح القريب المجيب، المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وفي كتاب اسمه التقريب لأبي شجاع، القاضي أبي شجاع ألفه وسماه غاية الاختصار. له شروح كثيرة، من ضمن شروحه فتح القريب المجيب، وهو أشهر شروحه لابن قاسم الغزي في فقه السادة الشافعي. ولماذا ندرس مذهب؟ أول سؤال: وما هو معنى المذهب؟ المذهب أضيق من الدين. المذهب الدين يشمل مذاهب كثيرة، فالمذهب إحدى طرق تطبيقات الدين على قواعد معينة ذهب إليها عالم وصل لدرجة الاجتهاد، وده يسمى مذهب. فالمذهب هو ما يذهب إليه المجتهد في فهم أمور الدين من حيث الأحكام العملية من النصوص الشرعية وهي القرآن والسنة، ويؤصل قواعد ويبني عليها ما يذهب إليه من رأي، فهذا هو يسمى مذهب. وبالتالي المذهب يكون أضيق من الدين، فالدين يشمل مذاهب عديدة. الإمام الشافعي له أصول في مذهبه، ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق بشهادة أهل عصره، فكان يستحق أن يكون له مذهب. وكذلك الإمام مالك قبله كان له أصول وله مذهب، ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، فكان له آراء يستنبطها من القرآن والسنة. وكان قبل الإمام مالك الإمام أبو حنيفة كذلك، وبعد الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل. والمذاهب أكثر من هؤلاء الأربعة بكثير، ولكن لماذا استقرت على هذه المذاهب الأربعة؟ لأنها دونت تدوين دقيق موثق إلى صاحبها في معظم فروعها، فاكتملت وخدمت على مر العصور. أما المذاهب التي اندثرت كمذهب مثلا الأوزاعي، الثوري، وكثير من المذاهب، هي مجرد آراء منقولة في بعض الفروع وليست متكاملة، ولم يهتم أصحابها إن هم يوثقوها نقلا ونقدا وشرحا، فاندثرت ولم يبق منها إلا آراء تدرس في الفقه المقارن، لكن لا تسمى مذهب منفصل، لأنها لم تنقل نقل كامل كما نقلت هذه المذاهب الأربعة وخدمت هذه المذاهب الأربعة. ولذا استقر الأمر في التدريس على هذه المذاهب الأربعة من حيث فهم الفقه الذي هو المتعلق بالأعمال العملية، الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، هو ده الفقه. فلا بد للإنسان الدارس البادئ في التدريس في دراسة دينه أن يبدأ بدراسة مذهب معين حتى ينتظم ذهنه ويستقر ذهنه، فإذا درس هذا المذهب يتوسع فيه بعد ذلك بمعرفة أدلته، قواعده، أصوله، ثم بعد ذلك يتوسع أكثر بمعرفة أوجهه في الفروع المختلفة، لأن ربما يكون الفرع الواحد فيه أكثر من وجه في المذهب نفسه، وما هو الراجح والمعتمد
فإذا استقر على ذلك لا بأس أن يدرس بجانبه مذاهب أخرى حتى يتسع إدراكه ويتسع مداركه، في مادة تسمى الفقه المقارن، فيدرس فقه المقارن كيف هذا الإمام فكر بهذه الطريقة فوصل إلى حكم من نفس الأدلة مخالف لحكم هذا الإمام الآخر الذي من نفس الأدلة وصل لحكم آخر، والدليل واحد ولكن كيفية الفهم. فدراسة المذهب أولا تنظم العقل وتوفر الجهد حتى تستطيع أن تعبد الله على طريقة صحيحة معتمدة، ثم بعد ذلك دراسة المذاهب الأخرى لتوسع إدراكك ومداركك وكيف يكون عندك السليقة الفقهية. ومن أين علمنا أنه لابد للإنسان الذي لم يصل لدرجة الاجتهاد من أن يقلد من اجتهد؟ ما هي الدليل على هذا؟ من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى نحن مطلوب مننا إن لم نكن من أهل الاستنباط وهم أهل الاجتهاد أن نرد الأمر لأهل الاستنباط والاجتهاد. هذه الأمور ضرورية لأنه نشأت نابتة تدعي أنها تأخذ من القرآن والسنة مباشرة ولا تلتزم بمذهب. هذه النابتة لم تطالع قول الله عز وجل ولم تفقهه، قد تكون تحفظه لكنها لا تفقه معناه، لأن الإنسان حتى يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل المباشر لابد أن يمر بمراحل تعليمية طويلة حتى يستطيع أن يستنبط الحكم. لحين ما يصل لهذه المرحلة لابد أن يقلد أولا، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين؟ يبقى لابد نروح نمشي وراء اللي يستنبطونه، أو ده أكبر دليل من القرآن على التقليد. فلا بد من التقليد لمن لم يحصل أسباب الاستنباط وهي الاجتهاد. فمذهب الإمام الشافعي من المذاهب المعتمدة والتي انتشرت في الأرض والحمد لله بثقلها العلمي، لا بقوة سلطان ولا بقوة المال. هناك مذاهب انتشرت بقوة سلطان وهناك مذاهب انتشرت بقوة مال. يعني المذهب الحنبلي مثلا أنفق علينا فقط طائلة حتى ينشروا المذهب الحنبلي لما نشأ الفكر الوهابي، فأنفقوا نفقات طائلة حتى يعني يفرضوا هذا المذهب على الناس، وإن كان هم في طبيعتهم لا يتبعون المذهب الحنبلي يعني بدقة أيضا، ولكن أنفق عليه أموال طائلة حتى ينتشر المذهب الحنبلي. المذهب المالكي وجوده من المدينة ومنبعه من المدينة وهي أصلا مصدر كبير للعلم كان سبب لانتشاره بسبب ما نما من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الحنفي انتشر لأن الحكم العثماني اتخذه هو المذهب الرسمي، فانتشر انتشارا واسعا بسبب الحكم العثماني والخلافة العثمانية. لكن لا يوجد هذه الأشياء للمذهب الشافعي. يعني المذهب الشافعي الذي نشره هو قوته العلمية، هذا لا يعني أن غيره ليست له قوة علمية، لا، له قوة علمية أيضا، ولكن تجردت القوة العلمية في المذهب الشافعي في نشره، وباقي المذاهب ساعدتها قوة أخرى غير قوتها العلمية في نشرها. المذهب الشافعي له مزية أنه الإمام الشافعي ولد في غزة سنة 150 هجرية، حفظ القرآن في غزة ثم ذهب إلى مكة فأخذ العلم على سفيان الثوري وعلى أبو مسلم على علماء مكة.
وأساسهم كان الإمام سفيان الثوري. كويس. أبو مسلم الزنجي، نعم فتح الله عليك، أبو مسلم الزنجي وسفيان الثوري كانوا أساس العلماء اللي أخذ منهم في مكة الإمام الشافعي، وإن كان أخذ من كل علماء مكة، فأخذ علم أهل مكة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة وتلقى العلم من الإمام مالك، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق وتلقى العلم هناك من محمد بن الحسن وهو تلميذ الإمام أبو حنيفة، وذهب قاضيا لليمن فنقل علم أهل اليمن، ثم ذهب إلى مصر فنقل علم الليث بن سعد، وتتلمذ عليه في العراق الإمام أحمد بن حنبل، فكان الإمام الشافعي حلقة وصل بين المذاهب الأربعة. فالإمام الشافعي مذهبه تجده أنه يشمل المذاهب الأربعة، ومن تعمق في المذهب الشافعي سهل عليه معرفة أحكام المذاهب الأربعة. دي حقيقة. الإضافة لأن الإمام الشافعي استقر في مصر وإحنا في مصر، فيكون أنسب لنا أننا نتعلم المذهب الشافعي لأنه انتشر في مصر. حتى العوام اللي ما درسوش المذهب الشافعي تنظر لعباداتهم تلاقي ما على مذهب الإمام الشافعي بالسليقة، وبالتالي لما تدرسه وانت في مصر لا تأتي بشيء لا يتعوده أهل مصر. ومن عادة الفقيه إن هو لا يفاجئ الناس في عبادتهم بأشياء هم لم يعتادوها حتى لا يفتنهم عن دينهم ولو كانت صحيحة على مذاهب أخرى. وبالتالي المذهب الشافعي هو أنسب مذهب لدراسته، أنا في رأيي يعني، لأهل مصر، لأنه انتشر ولأنه يشمل المذاهب كلها. قلما تجد رأي في المذاهب الأربعة أو غير الأربعة حتى إلا وتجده وجه عند الشافعي من الوجوه. يقوم مذهب الإمام الشافعي على 5 أصول لازم نعرفهم، اللي هي أصول المذهب التي استقر المذهب عليها وقام عليه. أول أصل من أصول المذهب الشافعي الأمور بمقاصدها، اللي احنا بناخدها من حديث إنما الأعمال بالنيات. الأمور بمقاصدها أول أصل. الأصل الثاني الضرر يزال. الضرر يزال. الضرر يزال لحديث لا ضرر ولا ضرار. والأصل الثالث اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. والأصل الرابع الميسور لا يسقط بالمعسور، لقول النبي ائتوا مما أمرتكم الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعسور بالمتعسر، لقول النبي ائتوا مما أمرتكم ما استطعتم. الخامس والأخير العادة محكمة. العادة محكمة. يبقى أصول مذهب الشافعي قام على 5 أصول تستقرئها في كل فروع المذهب بعد ذلك، وتجد لها تطبيقات في باب الطهارة، تطبيقات في باب الصلاة، في أبواب العبادات المختلفة، وفي المعاملات وغير ذلك. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، الميسور لا يسقط بالمعسور، اليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. 5 أصول لابد أي شافعي يبقى عارف أصول مذهبه قامت عليها. يعني إيه العادة محكمة؟ العادة محكمة أي أنه لو لم يأتي دليل شرعي في مسألة معينة فننظر للعادة، لأن العادة هو خلق الله اللي هو الاستقراء، لأن ربنا له كتاب مسطور وهو القرآن وكتاب منظور وهو الأكوان. فإن لم يكن عندك دليل من الكتاب المسطور فلتنظر إلى الكون وخلق الله. زي نديك مثال،
أقل سن للحيض هل ورد في حديث؟ ما نعرفش. يعني المرأة عندما ترى دم يخرج من فرجها متى نقول أنه حيض؟ هل لو بنت عندها 3 سنين نزل منها دم من فرجها نقول عليه حيض ولا ما نقولش؟ طب 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، متى نقول حيض؟ فلما عملوا استقراء فلقوا 9 سنين، أقل سن حيض 9 سنين، فخدوها من قول الأصل العادة محكمة. كويس؟ فيبقى زي ما هنتكلم في المياه، لو لم يأتي نص يبقى نرجع للاستقراء العادة، وعشان كده يبقى العادة محكمة إن لم يأتي نص. إذا غاب نص كأقل سن للحيض، وأقل فترة طهر، وأكثر فترة حيض، وأكثر فترة نفاس، كل دي لم يتكلم فيها الشرع، لأن جبناها منين؟ من العادة محكمة. نسأل أهل الخبرة ونعرف أقل سن حمل، أكثر سن حمل، كل دي أشياء مهمة، لأن هينبني عليها بعد كده انقضاء العدة وعدم انقضاء العدة، وما ينبني عليها من أحكام كثيرة، والطهارة والصلاة وغير ذلك. فيبقى العادة محكمة، دي أمر مهم. زي في الطهارة مثلا قالوا إن الماء المشمس في إناء منطبع، يعني من معدن حديد أو نحاس، في أرض حارة، استعماله أيام الإمام الشافعي كان في إشاعة من الأطباء إن ده يؤدي للبرص. إذا استعمل ماء مشمس في إناء منطبع يعني إيه؟ يعني معدن يصدي باللغة بتاعتنا المصرية، أي معدن يصدأ بتعرضه للشمس والحرارة مع الماء يبقى يسموه ده إناء منطبع. كويس؟ في قطر حار، يكون في مدينة أو بلد أصلا الحرارة فيها مرتفعة، إذا اجتمعت الشروط دي يبقى الماء ده ماء طاهر مطهر مكروه استعماله. طب واحنا الإمام الشافعي جابها مكروه منين؟ من العادة. سأل علماء عصره، اطباء عصره، قالوا له ده بيعمل برص. فالإمام الشافعي لما قال أكرهه من جهة الطب. فهمت بقى؟ لا أكرهه من جهة الشرع، لأنه مفيش دليل شرعي. فلما جاء الإمام النووي بعد الإمام الشافعي وهو من أئمة المذهب، وجد أن الأطباء أثبتوا أنه لا يورث البرص، قال فزالت الكراهة، وصار بعد ذلك غير مكروه. أنا بدي لك أمثلة للعادة محكمة بس، علشان لأن في ناس يقول لك إزاي تبقى العادة مصدر من مصادر الأحكام الشرعية؟ في أمور كثيرة قد تكون مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. والميسور لا يسقط بالمعصور. ندي لك أمثلة. إنسان لا يستطيع مثلا أن يغسل يده إلى المرفقين لأن يده اليمنى بها كسر مثلا، أو بها جرح يتأذى من الماء، هل يتيمم ولا يغسل الأعضاء الأخرى؟ ادي بقى الميسور لا يسقط بالمعصور. الأعضاء الأخرى ميسورة، وعضو واحد معصور يعصر، فالميسور لا يسقط بالمعصور، وبالتالي يبقى يغسل أعضاءه التانية ويترك هذا العضو الذي يتضرر ويتيمم عنه ليستبيح الصلاة مع وجود الحدث فيه. ادي فهمت بقى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور. يبقى أنا في العضو ده لا أستعمل عليه الماء للضرر. طيب أمال أعمل إيه؟ أغسل الأعضاء التي لا تضر، في حين إن في مذاهب تانية قالت إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء الفرض لا يتحمل الماء تلجأ للتيمم وما تغسلش الأعضاء التانية. في مذاهب شافت كده زي الأحناف، لكن الشافعية عندهم إيه؟ قالوا لا، الميسور لا يسقط بالمعصور، وجات نظر واضح. لأن الأحناف قالوا برضو لو غسل هذه الأعضاء ما عدا هذا العضو برضو ده ما توضاش، واخد بالك؟ وطالما ما لم يتوضأ يبقى نلجأ للبدل وهو التيمم. وجهة نظر لطيفة
تفكير لطيف عشان أقول لك إن الأدلة واحدة، وده يذهب لطريقة وده يذهب لطريقة، والدليل واحد. الإمام الشافعي قال الرسول قال ائتوا مما أمرتكم ما استطعتم، وهو يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء فيغسلها، ويتيمم عن العضو المتعسر غسله حتى يأتي مما أمر بما استطاع. واضح؟ فهمت بقى الطريقة؟ اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة. الإنسان مثلا شك في وضوئه هل انتقد أم لا، هو متيقن من أنه متوضئ لكن يشك في الحدث، فعلى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فيبقى يفضل متوضئ. واضح؟ لأن القاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنا بديك أمثلة بس للقواعد علشان بعد كده لما ندخل في المذهب تفهم هم بيفكروا إزاي المذهب الشافعي. بتمشي برضه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول له لا تترك صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني تتيقن كده برضه. فخدها الإمام الشافعي من الحديث. واضح؟ يبقى لو الإنسان شك في طهارة ثوبه، شك في طهارة ثوبه ولكن كان متيقن أنه كان طاهرا، لكن شك هل جاءه رذاذ متطاير من نجاسة أو شيء من هذا، يبقى حكم ثوبه إيه؟ على مذهبنا طاهر، قوم صلي. واضح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين. هو متيقن أنه غير متوضئ وشك هل توضأ أم لا، نقوم الشك لا يؤثر، يبقى هو مش متوضئ، يقوم يتوضأ. يبقى الحكم مع اليقين. شك هو في الركعة الرابعة ولا في الثالثة، نقول له يبقى أنت متيقن أنهم 3 وشاكك في زيادة واحدة، اطرح الشك وامشي على اليقين. اليقين لا يزول بالشك. تجده بقى في فروع كثيرة، تجدها في فروع كثيرة. الأمور بمقاصدها اللي هي إنما الأعمال بالنيات، فلا بد إن هو ينوي، وعشان كده الشافعية اهتموا بالنية جدا، والكلام على النية يتكلموا عليه كتير المذهب الشافعي. النية في الوضوء ومتى تكون، ولها زمن ولها كيفية، واخد بالك، ولها مقصد، كل ده لازم يعرف النية. وفي الصيام متى تكون النية، وصيام الفريضة يختلف نيته ووقتها عن صيام السنة أم لا، وكذلك في الحج متى تبدأ النية ومتى، وهل هناك فرق بين القصد والعزم وبين النية الشرعية وغير ذلك. كل ده ليه؟ عشان علوم الأمور بمقاصدها، لقول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لا، ما احنا قلنا بقى ايه، كل حاجة ليها تفاصيل. احنا في ألفاظ الطلاق الصريح ما خدناش بمقصد لقول النبي 3 هزلهن جد وجدهن جد، فاستثناه بدليل آخر. لكن ندخل في النية في الألفاظ الكنائية اللي هو ايه، طلاق الكناية، قال لها روحي غوري من وش، نقول له قصدك ايه؟ يبقى هنا نشوف لو قصده يطلق وقع طلاق، قصده انه يستريح منها شوية يستريح منها شوية، واخد بالك، وهكذا. فيبقى مذهب الشافعي قايم على ال5 أصول دي، ودي نقطة مهمة لازم نعرفها عشان لما ندخل المذهب. وعرفنا ايه دليل اننا لابد الانسان الذي لم يبلغ درجة الاستنباط ان هو يقلد مذهب اولا، حتى يرتب ذهنه ويفهم من خلال هذا المذهب كيف كان يفهم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد استنباط الأحكام من الفروع ومن أدلتها. كتاب فتح القريب المجيب ده عبارة عن شرح. أيوة الضرر يزال، يعني احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اللي هي ارتكاب أخف الضررين. يعني مثلا ما نيجي واحد يخرج ببناء داره إلى بحر الشارع فيضيق على المارة،
فنيجي على مذهب الشافعية نعمل ايه؟ نقول له لابد من إزالة ما زاد عن حدود بيتك، لأن هذا يؤدي إلى التضييق على المارة، فلابد ان الضرر يزال، يبقى نشيل الزيادة. زي ما يعملوا في التنظيم يقول لك احنا هنشيل دي. هنشيل دي ليه؟ لأنها تضر غيرك أو تضر العام أو حتى تضر نفسك، واخد بالك ازاي؟ فيبقى لابد ان الضرر يزال، لأن الشرع لا يقبل الضرر. فإن تعارض ضرران، ضرر عام وضرر خاص، نقدم الضرر العام نزيله على الضرر الخاص. وعلشان كده يبقى ايه؟ ارتكاب أخف الضررين يدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين وفي إزالة الضرر، واخد بالك؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا تعذب نفسك، ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلا بد إنك أنت يقاس بقى عليها في فروع كثيرة بقى. يعني مثلا امرأة حامل والحمل ده يؤثر على حياتها لو استمر، يبقى يزال الحمل، لأن القاعدة الضرر يزال، بس لابد شهادة طبيب عدل يقول لنا فعلا إن ده يؤثر على مرضها. يبقى ساعتها يجي الطبيب الفقيه الشافعي لما تجيب له الشهادة الطبية دي يقوم يقول لها خلاص يجوز لك الإجهاض لأن الضرر يزال. وهكذا بقى في فروع كثيرة هتقابلنا هذه الأمور. الإمام الشافعي لما دون مذهبه مرتين، مرة في العراق ومرة لما جاء مصر. المذهب اللي دونه في العراق سموه المذهب القديم، لما جاء مصر اتضحت له أدلة أخرى وتغيرت بعض الأعراف، فتغيرت نظرته في بعض الأحكام، فسموه المذهب الجديد. يبقى ما دونه في مصر سموه المذهب الجديد، وما دونه في العراق المذهب القديم. والمذهب الجديد والقديم الفرق بينهم مش كتير، في حوالي 20 مسألة يعني. وبعض العلماء قال لك دي 14 مسألة بس، يعني مسائل محدودة بسيطة، وهتقابلنا واحنا بنمر عليها نقول قال في القديم كذا وقال في الجديد كذا. وده يدلك على أن الفقيه لابد أن يغير ما ذهب إليه إذا اتضح له دليل آخر. أما التشبث برأي فقهي واحد مع تغير الظروف والأدلة هذا دليل الجهل، فلا يعاب العالم إذا غير رأيه، بل من فقه العالم أن يغير رأيه. ودي نقطة مهمة، لأن في ناس دلوقتي شباب بيعيبوا على الدكتور علي جمعة مثلا إنه قبل أن يكون مفتيا قال كذا في المسألة، وبعدما صار مفتيا قال خلاف ما قال، ربما أنه اتضحت له أدلة أخرى فغير اجتهاد. لا يضر أن الإنسان يسير مع الدليل، وقد يكون الدليل واحد ولكن يغير اجتهاده لاختلاف حال المكلف واختلاف الظروف. وعلشان كده الإمام الشافعي نفسه هو غير وجهة نظره. والخلاف اللي في الفروع ده شيء ما يعني وارد، وحتى حدث بين الأنبياء. في أكثر من الأنبياء احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن في شبهات حول المذاهب. الناس يقول لك هو الحق واحد ولا متعدد؟ ليه تخليها مذاهب؟ هو ربنا هيتعبدنا بكم طريقة؟ في ناس بتقول كده لأنها مش فاهمة، في حين ان احنا ما بنقرأ القرآن بنشوف مثلا ان سيدنا داود حكم في قضية واحدة بحكم، وفي نفس القضية سيدنا سليمان حكم بحكم آخر، وقال ايه؟ وكلا آتينا حكما وعلما. يعني ربنا أقر الاثنين لكن رجح رأي سيدنا سليمان في هذه المسألة في هذه القضية، وقد يتغير ظروف القضية ويبقى رأي سيدنا داود هو الأرجح برضه، لأن قال وكلا آتينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى الخلاف في الفروع ده وارد، وربنا جابه لنا حتى في القرآن على مستوى الأنبياء في قضية واحدة، واخد بالك؟ وبالتالي يبقى الخلاف في الفروع لا يفسد الديانة، بل يفتح باب التيسير ومراعاة حال المكلف، لأن حال المكلف يتغير، فتغير الحكم بتغير حاله، ويتغير اجتهاد المجتهد بتغير الأدلة المتوفرة لديه. واضح؟ فلما يبقى مثلا إنسان نظرته في بلد واحد
غير نظرته في جميع البلاد في مسألة واحدة. فلما يجي يعيش في القاهرة مثلا ويفكر في ختان النساء البنات، لو المسألة هي القاهرة بس وفيها خدمة طبية كافية، يقول والله ختان البنات نعمله، لأن في بعض المذاهب قالت واجب وبعض المذاهب قالت مكرمة وبعض المذاهب قالت مستحب. ده بيتكلم على مستوى مدينة القاهرة، لأن فيها خدمة طبية متوفرة لا ينبني عليها ضرر. إنما لما يجي يخرج من القاهرة ويبص لجميع المحافظات والنجوع ويلاقي أن هذه القضية هذه الطريقة بتؤدي إلى تشويه ونشر حتى فيروس سي اللي هو يعتبر وباء منتشر في مصر، وبيقوم بهذه العملية غير مؤهل بالطب وبيحصل منها حالات وفاة، يوم يتغير حكم. بعد ما كان بيتكلم وهو قاعد في القاهرة بيقول يا جماعة ختنوا بناتكم، بعد ما نظر لكل المحافظات لقى أن الضرر يزال، فقال إن بينبني عليها ضرر، فقال ما تختنوش بناتكم. هو نفسه الفقيه لما تغيرت نظرته بينظر على مدينة ولا بينظر على دولة ولا بينظر على العالم؟ المسألة الواحدة، وده دين الله وده دين الله برضه، واخد بالك؟ وده لا يدل على إنه هو إنسان بيبيع دينه من أجل دنيا، لأن لا يصح إننا نسيء الظن بمسلم فضلا عن علمائنا. دي كلها آداب لابد في طالب العلم لما يدخل العلم بحسن النية في المسلمين وبالرحمة وبمقصد إنه هو يريد طاعة ربه، لا ليتميز على الأقران ولا ليحكم على الناس، بل يصحح عبادته لعل الله سبحانه وتعالى ينجو به. فهذه النوايا لابد أن تكون موجودة. كن إنسان آخر يخالفك في الفهم أو شيء من هذا التمس له العذر، قد يكون نظرته أوسع من نظرتك وقد يكون نظرته أضيق من نظرتك، فتلتمس له العذر في الحالتين. وعشان كده الإمام الشافعي اللي هو قضى عمره في مناظرات مع أهل عصره كان يقول رأيي غيري خطأ يحتمل الصواب، ورأيي صواب يحتمل الخطأ. مفيش حكاية التعصب. فأول حاجة لما تيجي تدرس المذهب تتخلى عن التعصب وتعرف ان ده أحد المذاهب وكل المذاهب معتبرة، وربما يكون رأي الأحناف في مسألة في عصر من العصور هو أرجح من رأي الشافعية في عصر من العصور، ويتغير العصر وسماته فيصير رأي الشافعية هو الأرجح في هذا العصر، ثم نعود بعد ذلك إلى رأي المالكية وهكذا، لأن كلهم على هدى، كل الأئمة على هدى وعلى بصيرة، والكل يقصد طاعة ربه. فدي نقطة مهمة، فيبقى أنت تدرس المذهب الشافعي وتحترم كل المذاهب وتتردى على كل علماء المسلمين وتلتمس العذر لمن خالفك، واخد بالك؟ إنما حكاية ضيق الأفق اللي انتشر وإننا نتهم بعضنا البعض ونخون علمائنا، ده لابد إننا نتخلص منه. دي أول حاجة عشان يبارك لنا في العلم، لأن العلم الحقيقي هو نور الفهم وليس المعلومات. لأنه ممكن الواحد يبقى عنده معلومات كتيرة لكن ما عندوش الفهم اللي هو يوصله لربه ويعرفه مراد ربه منه. فهي دي النقطة المهمة. يبقى العلم الحقيقي هو نور يقذفه الله في قلب العبد، اللي هو نور الفهم وليس كثرة المعلومات. أيوة، في سؤال؟ المقلد نوعان، دارس وعامي. العامي اللي هو ما بيقعدش القعدة بتاعتنا، العامي ده مذهبه مذهب مفتيه، كل ما يعن عليه مسألة في حياته يروح للشيخ يسأل الشيخ أعمل إيه، الشيخ يقول له اعمل كذا. طلع الشيخ ده حنفي هيقول له على الأحناف، طلع شافعي هيقول له على الشافعي، طلع مالكي يقول له مالكي. فيبقى مذهب العامي مذهب مفتيه، وهو برضه يعني يكون ناجي. الدارس مذهبه هو الذي يدرسه، لأن ربنا يؤاخذك بما علمت، فطالما أنت بدأت تدرس يبقى تلتزم بما درست ولا تخالف ما درسته حتى تصل لدرجة الاجتهاد اللي بيها تختار وتصلح أن تتخير. واضح؟ يبقى احنا عندنا الناس نوعان، المقلدين نوعان،
نوع دارس يلتزم بما درس، ونوع لا يدرس لأنه مش متخصص ولم يهتم وعايش في حياته العادية وهو مسلم برضه، فيبقى ده مذهبه مذهب مفتي. يروح دار الإفتاء زي ما يقولوا له يعمل. هناك في دار الإفتاء ما بيقولوش ده مذهب كذا، ده بيروح يديهم المسألة يقول له اعمل كذا، يقوم يقول لهم حاضر، يبقى ده مذهبه مذهب مفتي. الإمام الشافعي لما دون مذهبه نقله عنه علماء كثيرين، كل عالم ده يسمى طريق، فجالنا مذهب الشافعي من عدة طرق. كويس؟ الراجح في الطرق نسميه المذهب، الراجح في الطرق نسميه المذهب. ساعات تلاقي لفظ كده في وسط الكلام يقول لك والمذهب كذا، يبقى المذهب هو الراجح في الطرق. كويس؟ طيب الإمام الشافعي نفسه قد يكون له في مسألة واحدة عدة أقوال، في مسألة واحدة يبقى ليه عدة أقوال، فنقول الراجح في الأقوال، يبقى الأقوال هي أقوال الإمام والطرق هي طرق وصول المذهب. أقوال الإمام الشافعي نسميها قول، الراجح في الأقوال نسميه الظاهر أو الأظهر. الراجح في الأقوال نسميه الأظهر ويقابله الظاهر إذا كان الخلاف وجيه ودليل كل واحد قوي فنسميه ظاهر وأظهر. كويس؟ إذا كان الخلاف غير ظاهر وغير قوي بحيث ان يبقى فيه قول دليله ضعيف وقول دليله قوي، فنعتبر الدليل قوي نعتبره هو المشهور نسميه المشهور، واللي دليله مرجوح يبقى مقابل للمشهور. كويس؟ يبقى عندنا الأقوال، عندنا الأظهر والظاهر إذا قوي الخلاف، وإذا ضعف الخلاف يبقى المشهور والغريب، مقابل المشهور الغريب. دي كلها أوصاف عشان لما تيجي تخش في المذهب الشافعي تفهم مصطلحات المذهب. الظاهر والراجح الأظهر، الأظهر يقابله الظاهر، الأظهر يقابله الظاهر، وهو الراجح في الأقوال إذا قوي الدليل، دليل كليهما يعني. إذا ضعف دليل الرأيين يبقى مشهور وغريب. عنت بعد ذلك مسائل لم يتكلم الإمام الشافعي فيها على قول معين في العصور اللي جت بعد كده، في عصر الإمام الرافعي، في عصر الإمام النووي، في عصر الإمام زكريا الأنصاري، في العصور المتتالية لحد عصرنا ده. يوم يجي علماء المذهب الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد في المذهب يقيسوها على أصول المذهب فيسمى وجه. يبقى ما استنبطه علماء المذهب على أصول المذهب مما لم ينص عليه الإمام يسمى وجه. وجه 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 وجه. وقد يختلف بقى علماء المذهب في عدة وجوه في المسألة الواحدة، فالراجح الأوجه إن قوي الدليل يسمى الأصح ويقابله الصحيح، وإن ضعف الدليل يسمى الصحيح ويقابله الضعيف. واضح؟ يبقى احنا عندنا طرق، أقوال، أوجه. طرق اللي هي إيه؟ ما وصل إلينا الإمام الشافعي من الطرق المختلفة، من نقلة المذهب في العراق، نقلة المذهب في مصر، دي طرق. في حاجة اسمها تخريج. التخريج في المذهب الإمام الشافعي تجد في بعض المسائل المتشابهة يدي رأيين مختلفين، وهي المسألة متشابهة وما نعرفش ليه ادى رأيين متشابهين مختلفين في مسألة متشابهة، ولم نستطع أننا نفهم الفرق الدقيق الذي جعل الإمام الشافعي يعطي رأيين مختلفين في مسألة
واحدة، يقوم العلماء يجيبوا مسائل أخرى تشبه هذه المسألة ويمشوا مع أحد الرأيين فيستنبط لها حكم، ومع الرأي الثاني يستنبط لها حكم آخر فيسموه تخريج. واضح؟ يبقى يقول لك خرجها على الرأي الفلاني وخرجها على الرأي الفلاني. يبقى عندنا في المذهب طرق وأقوال وأوجه وتخريجات. كل دي لازم ناخد بالنا منها عشان واحنا بنقرأ في المذهب نبقى فاهمين المصطلحات. نيجي بقى نشوف القاضي أبي شجاع اللي هو مصنف هذا، ده كان توفي في أوائل القرن الخامس الهجري، 400 وشوية. كويس؟ ده القاضي أبي شجاع في أوائل القرن الخامس الهجري. نشأ في العراق، هو أصلا أصفهاني اسمه أحمد. كويس؟ شهاب الدين أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني، يعني يقولوا عليها أصفهان أو أصبهان، اللي هي دلوقتي طهران كده برضو. هي جنبها، جنب طهران في إيران كده، يعني هي مدينة في إيران بجوار طهران. كويس؟ فهو منسوب إليها ولكن هو عاش في العراق ووصل لدرجة القضاء في سن 20 من عمره. كان متميز في عصره لدرجة أنه وصل لدرجة القضاء في سن 20. وبعدين عرض عليه منصب قاضي القضاة، والقاضي القضاة يعني إيه؟ يعني زي وزير العدل في الخلافة كلها، منصب عالي جدا في سن 40. فلما وصل سن 40 ترك الدنيا كلها وترك المناصب وذهب للمدينة المنورة ينتظر إن هو يعبد ربه حتى يموت. فذهب إلى المدينة المنورة خادما في مسجد النبي، يكنس مسجد النبي، من قاضي القضاة في بغداد إلى كناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 من عمره. ده القاضي، لأن هو عندك انت إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهو لما بلغ 40 قال إيه؟ يبقى أنا أعيش في العبادة. وطال بيه العمر، هو متصور إنه هيموت بعد سنة ولا اتنين، طال بيه العمر لحد ما مات عنده 120 سنة، وفضل يترقى في كنس مسجد النبي وإضاءة المصابيح لحد ما بقى هو الذي يكنس المقصورة الشريفة اللي هي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وظل على هذا الحال حتى بلغ 120 عاما، ثم دفن بجوار باب جبريل. لما مات دفنوه بجوار باب جبريل. مع توسعة المسجد النبوي قبره جوه المسجد دلوقتي. أين هو؟ ما نعرفش، لكن هو تحت الأرض، يعني صار هو مدفون في المسجد النبوي الشريف. ده القاضي أبي شجاع أحمد الأصبهاني، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، صاحب هذا المصنف. الإمام ابن قاسم الغزي من علماء غزة، منسوب الغزي نسبة لغزة، وهو عاش في مصر وتوفي سنة 918 هجرية، يعني في أوائل القرن العاشر الهجري. أحد شراح كتاب غاية الاختصار بتاع القاضي أبي شجاع، أو متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، لأن شراحه كتير، لكن ابن قاسم الغزي أحد شراحه. لكن ربنا كتب القبول لكتاب فتح القريب المجيب، وصار يدرس في الأزهر وهو المعتمد. وجاء الإمام البرماوي عمل عليه حاشية كبيرة، وهو كان تاني شيخ من مشايخ الأزهر. أول شيخ من مشايخ الأزهر كان الشيخ الخراشي، تاني شيخ بعديه على طول كان الشيخ البرماوي. الشيخ البرماوي كان شافعي، عمل حاشية على فتح القريب المجيب بتاع ابن قاسم الغزي وكانت تدرس. الإمام البيجوري بعديه بسنوات طويلة جاء وهو شافعي أيضا، بقى يدرس حاشية الشيخ البرماوي، فحش على حاشية البرماوي، فبقت حاشية البيجوري، وصارت هي المعتمدة في الأزهر
على مدى سنوات طويلة في التدريس للفقه الشافعي. ده باختصار. الإمام ابن قاسم الغزي توفي ومدفون بالقاهرة رحمه الله تعالى، وعاش في القاهرة. نبتدي بقى نشوف كلام الإمام ابن قاسم الغزي، عشان بس ندخل في الكتاب بقى، عشان ما تبقاش الحكاية كلها مقدمة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بادئ طبعا الطبعة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب. الكتاب السنة أنه يبدأ بالبسملة ويثنى بالحمدلة، والخطبة تبدأ بالحمدلة على طول. يبقى تملي أي كتاب في التصنيف نبدأ فيه بالبسملة تيمنا بالقرآن، لأن القرآن بدايته البسملة ثم الحمدلة. أما الخطبة فتبدأ بالحمدلة. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. والتوفيق هو خلق يخلقه الله في العبد يختار به مراد الله منه، يبقى ده اسمه التوفيق. له تعريفات كتيرة، لكن أنا بقول لك التعريف اللي هو يعني يتيسر على قلبي الآن. هو خلق. التوفيق ده خلق في الإنسان، يعني تصرف. خلق يعني تصرف يخلقه الله في قلب العبد، به يختار مراد الله منه، يبقى ده اسمه إنسان موفق. واضح؟ علشان كده بيقول أحمده أن وفق، والحمد هو نسبة الكمال لله عز وجل. من أراد، لأن التوفيق مرتبط بإرادة الله أن يكون من أصحاب اليمين، لأن ربنا لما خلق الخلق قبض قبضتين: قبضة للنار وهم أهل الخذلان، والخذلان ما يقابل التوفيق. واخد بالك؟ يعني نقيض التوفيق الخذلان. فالخذلان هو خلق يختار به العبد ما يبغضه الله فيحق عليه عذاب الله، وده خلق أهل النار، ده الخذلان. والتوفيق هو خلق أصحاب اليمين، وعشان كده ده وفق الإرادة الأولية. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. والتفقه هو الفهم العميق أو الفهم مطلقا، فهي كلمة جاية من فقه أو فقه أو فقه. فقه يعني فهم، فهم وزنا ومعنى. وفقه سبق غيره في الفهم وزنا ومعنى، يبقى فقه سبق، فقه فهم. طب وفقه يعني صار الفقه فيه سجية، أصبح كده يعني عنده ملكة الفقه، أصبح فيه ملكة. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. والدين إيه هو الدين؟ هو الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة علامات الساعة، اللي هو في حديث جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم، يعني 4 حاجات. ومعرفة علامات الساعة اللي هم الوقت بيقولوا عليها سمات العصر، انك تعرف سمات عصرك وتبقى بصير بزمانك، وفي نفس الوقت عالم بأحكام دينك حتى توفق أحكام دينك على وفق زمانك، ويبقى هو ده الدين. الإسلام تكلم عنه علماء الفقه
الذين اهتموا بظاهر العبادات. والإيمان تكلم عنه علماء العقائد اللي هي أصول الدين، لأنه يتعلق بالقلوب. والإحسان تكلم عنه علماء الصوفية، لأنه يتعلق بالسلوك إلى الله. وعلامات الساعة تكلم عنها علماء الاجتماع زي ابن خلدون في عصره، وكل علماء الاجتماع بقى في كل عصر يبتدوا يدرسوا دراسة المجتمع، ويقول لك ايه سمات العصر الموجود فيه عشان تعرف تعيش ازاي في هذا العصر اللي انت منه وجزء منه وبتتفاعل معاه وفق ايه ما عقدته في قلبك من ايمان، وما تفعله بجوارحك من اسلام، وما تسلكه في حياتك من احسان. يبقى مجموعة الاربعة دول هو ده الدين. واضح؟ وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين. أفضل الخلق ده سيدنا محمد. إيه دليل أنه أفضل الخلق على الإطلاق؟ نبينا فمل عن الشقاق، زي ما قال إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، يعني مفل يعني ابعد عن من خالف هذه القاعدة. يقصد ابن حزم، لأن ابن حزم قال يعني أفضل الخلق سيدنا جبريل وسيدنا محمد، وليس عندي ما يرجح أحدهما. فوقف كويس، فقال لك مل عن الشقاق، يعني ابعد عن إيه؟ عن الدوشة دي. طب ودليلنا أنه أفضل الخلق إزاي؟ أدلة من القرآن، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، بس مش كل الخلق ولد آدم كده برضه. وممكن تقول له سيد ولد آدم ده بالإجماع، لكن هل هو كمان أفضل من الملائكة؟ طب ولو أفضل من الملائكة يبقى أفضل كمان من جبريل؟ طب أفضل من العرش والكرسي؟ طب أفضل حتى من الجنة والنار ومن سائر المخلوقات؟ لأنه بنقول أفضل الخلق. أدلة كثيرة. أول دليل في نظري، وهذه الأدلة على فكرة دي استنباط مني، لكن الأمة اتفقت على أنه أفضل الخلق. لكن أنا هجيب لك أدلة غير اللي مكتوبة بقى في الكتب التانية من القرآن بس. قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل ما سوى الله عالم، والنبي أرسل له، فلا بد أن يكون النبي أفضل منه. يبقى أفضل من عالم العرش وعالم الكرسي وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وسائر العوالم، لأنها توقفت سائر العوالم على إرساله إليها لتظهر، فصارت يده العليا على سائر العوالم صلى الله عليه وسلم. فيبقى هو أفضل العالمين بدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدليل الثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لم يقل في حق أي نبي آخر إن الله يصلي عليه، كويس؟ وإن كان للمؤمنين لأنهم تابعين للنبي قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلى علينا لأننا صلينا على النبي. يبقى وصلاة الله على النبي هذا أيضا من استنباطي، ولا تجده في كتاب. عايز تشوف آراء العلماء في يعني إيه أن صلاة الله يعني إيه، ويعني إيه صلاة الملائكة، ويعني إيه صلاة المؤمنين، اقرأ الكتب. لكن إحنا مش هنقول كلام الكتب في المسألة، أنا هقول لك الكلام اللي أنا أفهمه. لما النبي أرسل للعالمين افتقر مدد من الله ليمد العالمين، فصلاة الله هي إمداد النبي ليكون رحمة. دي صلاة الله على النبي هي إمداده حتى يكون رحمة للعالمين، فيمد العوالم بالرحمة، لأن النبي مخلوق يفتقر للمدد، فافتقاره للمدد يتطلب استمداده من رب العالمين. فصلاة الله عليه هو إمداده بمدد الأكوان ليكون رحمة للعالمين. والملائكة تستمد وجودها لا من الله مباشرة بل بالصلاة على النبي، فغذى الملائكة الصلاة على النبي، لأن الملائكة ما بتاكلش ولا تشرب. الملائكة عشان تعيش
لابد تصلي على النبي، زي ما انت كده عشان تعيش لابد تتنفس. فيبقى حياة الملائكة متوقفة على الصلاة على النبي. فملائكته يصلون يستمدون أسباب حياتهم وأسباب طاعتهم بالصلاة عليه. فيا أيها الذين آمنوا تمثلوا بالملائكة فصلوا عليه لتستمدوا أسباب هدايتكم وترقيكم. كويس؟ فيبقى هل في مخلوق مشترك مع النبي في هذه الخصائص؟ يبقى أفضل العالمين هو. يبقى هو أفضل العالمين على طول، مفيش مخلوق تاني اشترك، خصوصا إن جبريل داخل في الملائكة اللي بتصلي على النبي. مش كده برضو؟ حتى جبريل نفسه ده تبع الملائكة اللي بتصلي على النبي. واضح؟ الدليل الثالث من القرآن إن النبي أفضل العالمين، يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول يقول إيه؟ أنا أتقاكم لله. لما النبي يقول أنا أتقاكم لله وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى النبي أكرم العالمين. يبقى احنا مش محتاجين الحديث اللي يقولوا عليه حديث جابر اللي هو يقولوا عليه ضعيف وبعضهم يقول عليه موضوع، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. مش محتاجين هذا الحديث لنستدل به، لأن القرآن مملوء بأن النبي هو أفضل العالمين. وأدلة كتيرة في القرآن بقى، يعني لما تعيش في القرآن كده. لكن أنا جبت لك الإيه؟ الثلاث أماكن اللي هي الدليل فيها واضح جدا للعيان. وعلشان كده هو بيقول هنا إيه؟ وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وده تمهيد لطيف لأنه هيتكلم على كتاب فقه، فجايب من الأحاديث التي تدل على موضوع الكتاب. وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. وبعد، ايه هو بقى الفقه؟ احنا قلنا الفقه هو الفهم كده، هذا المعنى اللغوي. لكن خرج من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي تاني، فأصبح ليه معنى اصطلاحي، وهو العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب من أدلته التفصيلية. ده تعريف الفقه عند علماء الشرع. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية لإخراج الاعتقادات، لأنه ده مش مجاله علوم أصول الدين. هو العلم بالأحكام الشرعية. ولما يقول الأحكام هي نسبة شيء لشيء، وما يقول الشرعية يبقى مش أي حكم شرعي، مش حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا حكم طبي ولا حكم عرفي كده، كل دي أحكام. لكن أنا يقول لك يبقى كل قيد بيخرج حاجات ويدخل حاجات. العلم بالأحكام الشرعية العملية، فخرج الاعتقادات لأن ده مجالها أصول الدين كده برضو. المكتسب من أدلتها التفصيلية. ده تعريف الفقه عند علماء الفقه. المكتسب من أدلتها التفصيلية. المكتسب أو المكتسبة الاثنين صح. من أدلتها التفصيلية يعني كل فرع ليه، زي ما النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فأجيب أحكام الصلاة من أقوال النبي في الصلاة، ده دليل تفصيلي. كان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يبقى نجيب إيه؟ إن أم الكتاب هنا الفاتحة دي واجب قراءتها في كل ركعة. جبناها منين؟ من دليل تفصيلي خاص بيها، اللي هو آية أو حديث أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الدليل التفصيلي. القياس ده في أصول الفقه، واخد بالك؟ أصول الفقه ليه تعريف اصطلاحي اللي هو إيه؟ العلم بأدلة الفقه إجمالا، مش تفصيلا بقى، إجمالا. كويس؟
وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. ده علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه ده عبارة عن فلسفة الأحكام من الأدلة الإجمالية. فنقول مثلا في أدلة الفقه إن الأمر للوجوب، فالأمر للوجوب ده دليل إجمالي يدخل تحتيه أقيموا الصلاة تبقى الصلاة واجبة، آتوا الزكاة تبقى الزكاة واجبة، حجوا البيت يبقى الحج واجب. جبناه من دليل إجمالي وهو أن الأمر للوجوب. واضح؟ فيبقى أصول الفقه يبحث في الأدلة إجمالا، لكن الفقه نفسه يبحث في الأدلة التفصيلية. واضح؟ وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار. والكتاب جاية من التكتب ومنها الكتيبة اللي في الجيش عشان مجموعة معينة متناسقة. فأي مجموعة معينة متناسقة نسموها كتيبة. يقول لك دي كتيبة مشاة، يعني كلهم سلاح واحد، نوع واحد. فأي شيء متناسق مجموع نسميه متكتب أو نسميه كتاب. وعشان كده الكتاب تلاقيه عبارة عن مجموع مواضيع في موضوع متكامل، فنسميه كتاب لأنه برضو فيه جمع. والكتاب ينقسم إلى إيه؟ فصول، والفصول إلى فروع، والفروع إلى مسائل، وهكذا. وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب. والاختصار هي إيه؟ قلة الألفاظ الدالة على المعنى، والتهذيب البعد عن الحشو. فهذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين. الأمور بمقاصدها، فهو بيبين لك مقصده من هذا التصنيف. مقصده من هذا التصنيف تيسير الشرع على المبتدئ رغبة في الثواب. يبقى الأمور بمقاصدها، يعني هو برضه ماشي على وفق أصول المذهب الشافعي، لأن صار ذهنه مرتبا عليها. فالأول يبين المقصد والهدف. وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين. ونفع المسلمين الدل على الخير كفاعله، فياخد ثواب كل من انتفع به وهو في قبره. يبقى هو ده تحصيل الثواب، لأن الأمور بمقاصدها. إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خد بالك إن القرب هنا صفة للرب وليس صفة للعبد. قال وإذا سألك عبادي عني قال فالعبد قريب ولا قال فإني قريب؟ يبقى القرب صفة لله وليس صفة للعبد. العبد بعيد، صفة العبد البعد والغفلة، وصفة الله القرب والمعية. واضح؟ وعلشان كده لكي تجد ربك قريب لابد أن تلجأ للنبي الذي يدلك على ربك فتجده قريب. وإذا سألك، الكاف هنا كاف خطاب للنبي، عبادي عني فإني قريب. فالقرب صفة لله ولا يستشعرها العبد إلا إذا كان خلف النبي. واضح؟ فدي كلها موجودة جوه الآية. لأن لو تقرب عبد لله بأي قربة وهو ليس متأسيا بنبي عبادته هباء. فلا بد أن يبقى له نبي يتبعه حتى يجد ربه قريب. واضح؟ واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين: أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. وكانت عادتهم في الأزمنة دي يحبوا العناوين المسجوعة للكتب. دلوقتي طبعا اندثرت هذه العادة، ما بقاش حتى الناس بيعتبروا ان السجع ده متكلف ومذموم في عصرنا. كان ايامهم في عصرهم كان ممدوح، وكانوا يحبوا يجيب لك ايه بطريقه كده مسجوعه. حتى خطب الجمعه تلاقي ماشي كله على سجع واحد. دلوقتي لو واحد خطب الجمعه بالطريقه دي الناس تمل منه، يقول لك ده متكلف. يبقى تغير العصر.
ولا بد ان الانسان يغير خطابه الديني بتغير ذوق الناس، واخد بالك؟ ودي نقطة مهمة. علشان كده بعض الخطباء ساعات يبقى حافظ سجعات معينة كده ويقولها في كل خطبة جمعة، والناس اللي بتصلي وراه كل جمعة يحفظوها ويبقوا نايمين، يعني يملوها، يفقدوا حتى انهم ينتبهوا اليها. فالمفروض ان الخطيب يراعي طريقة الناس في انتباههم، ولان البلاغة هي مراعاة حال السامع على فكرة. هي دي البلاغة، مش البلاغة اختيار الألفاظ القوية قد ما هي مراعاة حال السامع. فلما تراعي حال السامع بألفاظ بسيطة وغير متكلفة تكون بليغ أكثر ممن يأتي بألفاظ فصيحة وجميلة وكل شيء فيها من حيث بقى الشعر والنثر والحاجات دي متوفرة فيها، لكن الإنسان اللي بيسمعها مش مستساغها يوم يملها. فناخد بالنا إن هنا تغير على الزمان والعصر، بيبين لك هنا إن العصر بتاعهم كانوا يحبوا السجع ده. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، دي كنية المصنف. أما نقول المصنف نقصد أبو شجاع، كويس؟ ولما نقول الشارح نقصد مين؟ ابن قاسم الغزي. ولما نقول المحشي نقصد البرماوي، كويس؟ دي كلها حاجة. لما نقول مثلا الإمام يبقى الإمام الرافعي. لما نقول قال الإمام نقصد الإمام الرافعي، لكن لو قصدين الإمام الشافعي نقول قال الإمام الشافعي، لازم نقيدها. لو قلنا الإمام وسكتنا يبقى الإمام الرافعي. طب نقول له الإمامان يبقى الرافعي والنووي. لو قال الأئمة يقصد الإمام الرافعي والإمام النووي وتاج الدين السبكي. كل دي في كتب الشافعية، تاخد بالك ليهم مصطلحات يعني. أما يقول قال شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصاري. لما يقول قال شيخ الإسلام، هم اتعودوا كده في التصانيف بتاعتهم، لأنه هو أصلا أنت لما تشوف بداية التصانيف اللي اشتهرت وشهرت المذهب هو فتح العزيز للإمام الرافعي، اللي هو جمع كتب الوجيز والمجيز للإمام الغزالي، اللي هو خدها من الإمام الجويني قبله شيخه، اللي هو خدها بعد كده من الإمام المزني، اللي هو خدها من الإمام الشافعي. فأصل ما الكتاب اشتهر هو كتاب الإمام الرافعي في تدوين بقى المذهب، خدت بالك؟ فأصبح كلمة الإمام يقصد بها الرافعي. دي مصطلحات زي ما بقول لك، هم اعترفوا بيه قبل ما تولد أنا وأنت يعني، واخد بالك؟ فلا عشان لما تيجي تقرا لهم بس تفهمهم. قال الشيخ الإمام أبو الطيب. والشيخ هو الشيخ قد يكون شيخه الزمان زي حالنا كده عجز يسموه شيخ، يبقى اللي شيخه الزمان الله يكرمه. وقد يكون شيخه الناس تقول له يا شيخ. وقد يشيخه العلم ولو صغير في السن يبقى شيخ برضه. يبقى الشيخ يطلق على من شيخه الزمان أو شيخه الناس أو شيخه علمه، واضح؟ هنا بقى بيتكلم على الشيخ الإمام أبو الطيب. لما ألف الكتاب ده كان في شبابه يعني، لكن شيخه علمه، خدت بالك؟ يبقى هنا ده شيخه علمه. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، يبقى له كنيتان، أبو الطيب وأبو شجاع. عرفنا هنا من الكلام أن له كنيتان. شهاب الملة والدين لقبه، يبقى عندنا كنية ولقب. الكنية اللي هي أب أو أم، نقول أبو فلان أو أم فلان، تبقى دي كنية. لما يبقى لقب يقول لك شهاب الدين، شهاب الملة والدين، نور الدين، اسمها لقب. زي مثلا ما نقول سيدنا أبي بكر الصديق، كنيته أبو بكر، اسمه عبد الله، لقبه الصديق كده. برضو نيجي لسيدنا عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق، اسمه عمر. فيبقى في كنية ولقب واسم. فهنا برضو جاب لك كلها، يبقى كنيته أبو الطيب وأبو شجاع، ولقبه شهاب الملة والدين. وعادة العلماء كل من اسمه أحمد يسموه شهاب الدين، وكل من اسمه محمد يسموه نور الدين.
عادة العلماء كده، واخد بالك؟ فأول ما تسمع واحد لقبه شهاب الدين تتوقع على طول أحمد. وكل من اسمه يحيى يسموه محيي الدين، واخد بالك؟ علشان كده تقول لك الإمام النووي ومحيي الدين يحيى النووي، مش كده برضه؟ فيبقى دي ألقاب تعرفت عليها الناس الأمة. والمحمد يبقى نور الدين، كويس؟ علي محمد ده شمس الدين، إنما علي نور الدين. اللي اسمه علي يبقى نور الدين، واللي اسمه محمد يبقى شمس الدين، واللي اسمه أحمد يبقى شهاب الدين، واللي اسمه يحيى يبقى محيي الدين، كويس؟ لأن الأسماء دي أصلا بتتكرر كتير. شهاب الملة والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني، تنفع بالبه وتنفع بالفاء، وإحنا قلنا دي مدينة في إيران. سقى الله ثراه، وثراه فين؟ في المسجد النبوي الآن، دفن خارج باب جبريل. ده زمان في القرن الخامس الهجري، لما كان خارج باب جبريل، ده مش في المسجد. لما اتسع المسجد دخل. لا مش عارف، أنا أظن إن هو الحسين هنا المكتوبة عندي، ودي اللي قرأناها على مشايخ. خلينا على الحسين. وبعدين بعد كده نطلع كتب طبقات الشافعية. حد فيكم يطابع طبقات الشافعية ويشوف هل في خلاف في الاسم حسن والحسين ولا هو الحسين. أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي هذا، يبقى العادة أن يبتدئ المصنف أو الكتاب بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي هذا والله مش بسم الله، أي بسم الله أي باسمه أبتدئ. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أبدأ، وانت بتاكل تقول يبقى أبدأ أكلي، كده برضه متعلقة بفعله. إذا كنت بتقول بسم الله وانت بتتكلم يبقى أبدأ كلامي. إذا كنت بتقول بسم الله وانت بتصنف كتاب يعني أبدأ كتابي، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى بسم الله متعلقة بفعل يختلف باختلاف حال القائل. والبسملة أمر مطلوب، لكن يحرم عند فعل المحرم. يعني ما ينفعش مثلا وانا بشرب خمرة، انا اعوذ بالله، يعني بيشرب مش انا، يعني اللي بيشرب خمرة يعني يقول بسم الله على كاس الخمر ويشرب، لان ده استهزاء. لانه كيف يتذكر ربه وهو يفعل الكبيرة؟ هيبتدي يزني بامرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهو بيزني. الله، ده استهزاء، حرام. يبقى قد تكون البسملة حرام احيانا، وقد تكون مكروهة عند فعل المكروه، لما يبسمل عند فعل مكروه، وقد تكون مباحة. ما يصحش عند فعل المكروه ان الانسان مثلا يبسمل، ولا عند فعل الحرام، واضح؟ زي برضه نفس الحكاية الصلاة على النبي. ما ينفعش تصلي على النبي في وقت لا تليق بقدسيتها. الناس العوام تلاقي واحدة رقصة داخلة يقول صلي على النبي، واخد بالك؟ مش ده إساءة أدب، ما يصحش، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى دي كلها حاجات من الفقه البسيط اللي بيه الإنسان يتعلم الأدب مع ربه. أثناء أمر خلافي بين المذاهب، يعني أنا أرى حسب فهمي، وأنا بقالي 30-40 سنة بقرأ في كتب الفقه، أنه لا مانع من أنك تصلي على النبي إذا سمعت اسمه، سواء أنت في صلاة أو خارج الصلاة، خصوصا أن الصلاة على النبي من جنس الصلاة وليس شيء أجنبي عنها. فطالما هي من جنس الصلاة، والنبي قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وإن النبي كمان دعا على الذي يذكر عنده ولم يصلي عليه. قال لما سيدنا جبريل قال له بعد
بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. كده برضو. والأمر هنا مطلق، فما دخلتش الصلاة استثنيت، فلم تستثنى الصلاة، وبالتالي يبقى في كل أحوالك كلما سمعت النبي تصلي على النبي. نيجي نشوف لفظ الصلاة على النبي بقى ده، هل من جنس الصلاة ولا خارج عن الصلاة أجنبي عنها؟ فإن كان من جنس الصلاة فلا بأس، إن كان أجنبي عنها فلا تفعله. فهمت طريقة تفكير الفقيه؟ مش بطريقة بقى إيه أصله ما فعلهاش يبقى إذن ما عملهاش. الطريقة دي خطأ، لأنها جعلت أن المسكوت عنه منهي عنه، وده وليس فقه، لأن المسكوت عنه عفو. كده برضو. والمتروك لا يدل على النهي، يبقى الترك صفة للفعل والسكوت صفة للقول، ولا ينسب للساكت قول. كده برضو. فما تركه النبي نبحث لما تركه، إن كان في سبب شرعي يبقى ياخد حكم هذا السبب، إن ما كانش في سبب شرعي يبقى يدل على جواز الترك. واضح؟ طيب والمسكوت عنه؟ المسكوت عنه احنا عندنا قاعدة عند الفقهاء جميعا مش الشافعية بس، لا ينسب للساكت قول. يبقى ما تنسبش للنبي قول، هو ما قالوش، هو سكت. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الله حد حدودا وايه وشرع شرائع وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم. سكت، يبقى جعل السكوت عفو. كده برضو. وبالتالي يبقى اللي يجي يقول لك ليه بتصلي على النبي وانت جوه الصلاة لما بتسمع اسم النبي؟ ده النبي ما عملش كده والصحابة ما عملوش كده، مش عارف. يبقى ده مش فقيه. ليه؟ لأنه كونه ما عملوش ده لا يستدل منه على النهي. واضح؟ لأن الترك لا يدل على النهي. فدي نقطة مهمة. طيب ما هو النبي كان بيعمل كده. لا يعملها في سره زي ما بيقرأ الفاتحة في سره. ما هو لا يحدث تشويش، التشويش في الصلاة منهي عنه. كويس. حتى لو قرأ الفاتحة بتشويش، واحنا عندنا قراءة الفاتحة لازمة للإمام والمأموم في السر والجهر سواء بسواء، لكن بلا تشويش. فلو وقع في التشويش يبقى دي مخالفة أخرى. فالمخالفة جاءت من إيه؟ من إن هو شوش، لا من كونه صلى على النبي. والنبي كان لا يمر بآية استغفار إلا استغفر، ولا بآية دعاء إلا دعا. الأحناف عندهم في الفريضة ما تعملش، وفي السنة اعمل. رأي الأحناف كده، في الفريضة ما تعمل، ده رأي الأحناف. والشافعية عندهم الفريضة والسنة والنافلة سواء بسواء، لأن أحكامهم سواء. واضح؟ فهي المسألة خلافية، وطالما مسألة خلافية يبقى وسع مخك. اللي شايف نفسه منشرح بيعملها سيبه، ما تنهاهوش. لأنك لو نهيته عن أمر سكت عنه النبي يبقى أنت بتجيب شرع جديد، يبقى أنت اللي مبتدع. فهمت بقى؟ يعني لو جيت أنت نهيته يبقى أنت ابتدعت نهيا لم ينهاه النبي، سكت عنه. مش كده برضو؟ فناخد بالنا من دقة هذا الأمر، لأنه انتشر الناس اللي هم بيجعلوا المسكوت عنه والمتروك علامة ودليل على التحريم أو على الكراهة، وهذا خطأ، ليس ده قول فقيه. وليك أنك أنت تقرأ في كل حاجة. أيوة، ما هو أكمل لك الأصول، اداك الأصول. لكن مثلا في الدعاء ادعوني أستجب لكم، ما تلتزمش بدعاء معين، أي دعاء تجتهد فيه، أي تسبيح تجتهد فيه. واخد بالك ازاي؟ وهكذا، لأنه ترك لك مساحة أنك تعبر عن مشاعرك حتى لا تكون مقلد وحافظ لكل حاجة، فترك لك مساحة. بدليل أن سيدنا خباب بن الأرت سن ركعتين لم يأمر بها النبي للقتل. كده برضه مش قال لهم قبل ما قالوا له تقتلوه قال لهم طب ادوني فرصة أصلي ركعتين، فصارت سنة من قتل أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل. شوف قد إيه. مين اللي سنها دي؟ هل سيدنا رسول الله أمروا بيها؟ طيب مين اللي سن سنة الوضوء؟ سيدنا بلال، قبل ما النبي يأمر بيها. وبعدين قبل ما يبقى إقرار مش قبلت منه ولا خطواته في الجنة، قبل ما يقرها النبي.
مش كانت سبب ان هو سبقه في الجنة؟ ولا كان قبولها عند الله متوقف على اقرار النبي؟ فهمت ازاي؟ فلازم الواحد يتحرر الاول من الفكر السائد دلوقتي في ضيق الافق في فهم امور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الراجل حمد ربه سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يستأذن النبي يقوله ولا ما استأذنوش؟ قبل ما يقر النبي مش الملائكة رفعتها قبلتها ولا ما رفعتهاش؟ ولا كان متوقف رفعها على إقرار النبي؟ فدل على أن في مساحة تركها الشارع لنا إننا نجتهد فيها، مفيش مشكلة. وبالتالي طالما شوف هقول لك حاجة، أنت بتقيسها هل النبي نهى ولا ما نهاش؟ هل هي تندرج تحت أصل من أصول الشرع أم لا؟ هل هي أجنبية عن هذه العبادة أم عبادة مستقلة أجنبية لا يعرف الشرع مثلها؟ تقيس هذا كله. فلو وجدتها أنها ليست أجنبية عن العبادة وأنها مأمور بها وأنها لك أن تفعل، وتدخل تحت إيه؟ من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به، تدخل تحت هذا. واضح؟ العبادة اللي هي مثلا إيه؟ يعني الظهر 4 ركعات ما ينفعش أخليها أنا 5. الركعة فيها سجدتين ما ينفعش أنا أخليهم 3. لكن هقول إيه؟ أنا جوه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا نقرأ إيه بعد الفاتحة؟ يبقى تركك أهو. تقرأ كم آية؟ تركك كده برضو. يبقى في أمور متروكة. تقول إيه في السجود أو في الركوع؟ إدالك أمثلة ولك أن تجتهد وتقول ما شئت. في التلبية الصحابة لبوا التلبيات مع النبي غير تلبية النبي وأقرهم. لما تخش باب الحج تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر كان بيلبي بطريقة وده بيلبي بطريقة والنبي بيقر الكل. يبقى في أمور في الشرع لما تيجي تدخل في الشرع الشريف هتجد يبقى عندك الحس الفقهي اللي بيه قد تستسيغ بعض الأمور وقد لا تستسيغها، ويبقى دي أمور خلافية. يعني قد يكون الكلام اللي أنا بقوله لك ده إنه مفيش مانع إن يصلي على النبي في الصلاة، واحد تاني يقول لك لا ما يصليش على النبي في الصلاة، يبقى يصلي بعد الصلاة مثلا ما يجراش حاجة. يبقى ده صح وده صح وانت تعمل اللي يريحك، وده أمر خلافي. يبقى نسعى بعضنا ما نصلش لدرجة بقى بدعة ضلالة في النار ونودي نفسنا في داهية. فهمتني قصدي ايه بقى؟ تبقى دي الأمور لازم تتعود ساعة الصدر. يعني اما اجي انا مثلا اطبق هذا الأمر على الأذان اقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله ولا اشهد ان محمد رسول الله؟ واصبر عليه. اسمع انا هقول لك وجهات نظر المختلفة، ده فقيه وده فقيه وده صح وده صح. واخد بقى كل العلماء قالوا الأذان زي ما اشتهر وزي ما تعلمناه وكذا في التشهد ما نقولش سيدنا محمد. خارج الصلاة وخارج الأذان قول سيدنا محمد بإجماع العلماء. بعض العلماء التانيين ودول الشافعية على فكرة قالوا انك انت يجوز زيادة لفظ سيدنا في الأذان لأنها زيادة أدب، خصوصا أن الأذان ليست ألفاظه قرآنية. أيوة متأخر الشافعية وكثير من المالكية متأخر المالكية وكثير من الأحناف، وأنا أجيب لك معايا يعني حتى أدلة كثيرة لناس كتير. وليك تشتري كتاب حتى مطبوع في السوق وبيباع بقاله 60 سنة تشنيف الآذان، وعندنا الفتوى دي احنا جبناها، وعندنا احنا في مسجد الأشراف فتوى بدرجة. لأن احنا عندنا في مسجد الأشراف على فكرة هنا في المقطم بنقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. واخد بالك؟ وأنا صليت في المسجد الأموي لقيته بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هناك في سوريا. ومسجد الشبراوي هنا في صلاح سالم يقول لك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان. يبقى لا بأس، يعني أنت سيبه ده يقولها وأنت ما تقولهاش ما يجراش حاجة، وده حلو وده حلو. وجهة نظره إن الأذان ليست ألفاظه قرآنية وأنه شرع بالمنام. واخد بالك؟ وأن النبي أقر سيدنا بلال إنه يزود في الأذان شيء هو قاله له، قال له الصلاة خير من النوم، قال له اجعلها في أذانك يا بلال، وما عملش كده في القرآن كده برضو. وفي المطر يقول ايه؟ الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة كده برضو. وفي وارد صيغة في الأذان أوردها الأئمة إن فيها حي على خير العمل كمان، وأخذ بها الشيعة وهي واردة. ممكن تقول الصلاة في البيوت كل ده لأن الرحال زمان هي البيوت الوقت. واخد بالك؟ وهكذا. يبقى الأذان ليست له نفس قدسية القرآن بأدلة كثيرة. واضح؟ الأذان لما توصل بقى
للأسانيد اللي وصل لنا بيها الأذان، تجد إن وصلت لنا 16 صيغة في الأذان، غير الصيغة اللي احنا بنقولها دي. على فكرة دي واحدة من 16 صيغة، بس هي دي اللي اشتهرت الأمة، اشتهرت. انت اتولدت لقيتهم بيقولوا كده، بقيت تأذن تقول كده خلاص. لكن انت اما تروح زي ما تقرا القرآن برواية حفص عن عاصم، هو القرآن كله حفص عن عاصم؟ اما في 20 قراءة، وكل قراءة يعني أنا قصدي إيه؟ إن شهرة صيغة معينة لا تنفي وجود صيغ أخرى. طب ما ثبت ما يجراش حاجة. طب أنا لو قلت لك دلوقتي حي على خير العمل، وهي ثابتة على فكرة في كتب السنة، وأجيب لك تخريجاتها المرة الجاية صحيحة الإسناد، لو قلت حي على خير العمل دلوقتي هتعمل فيها إيه؟ لا هتتخانق معايا، لأنها مش مشهورة. هتقولوا واحنا بقينا في إيران ولا إيه؟ واخد بالك ازاي؟ ويبلغوا ان المسجد ده مسجد شيعي. فلازم احنا نوسع. طب وهو سيدنا علي مش ولي الله؟ كلمة صح ولا مش صح؟ طب ما هو ولي الله. هو انشأوها ليه؟ لان كانوا زمان بيسبوا سيدنا علي على المنابر زمان، فبقوا يقولوا كده عشان يبينوا ان هم ما بيسبوهوش، بيعتذروا لها، ثم بعد ذلك تورثتها الاجيال. فهمتني ازاي؟ بس اسمعني بس، المسائل دي مسائل يختلف فيها وجهات نظر الفقيه، فممكن انت توافق وتوافقني وممكن ما توافقنيش ونفضل كلنا حلوين. فهمتني ازاي؟ ادي المسألة. انا عايز توسع مدارك، مش عايزك تقتنع برأيي على فكرة، لكن انا عايزك تتعود ان في رأي يقابل رأيك، بس دي كفاية. يعني تيجي في مسألة السبحة نفس الحكاية، السبحة دي وسيلة للعدد، والنبي امرنا بالعدد، هل لازم اعد على صوابعي؟ طب لو اتخذت وسيلة أخرى غير صوابعي هل تبقى جائزة ولا بتاع؟ عندنا قاعدة بتقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد. واحد تاني يقول لك لا بس دي أصلا عبادة، والعبادات تبقى توقيفية، أنا مش هستعمل السبح. نقول له خلاص يا سيدي عد أنت على صوابعك، أنا هعد على السبح، ونعملها عداد مش عارف إيه، وهكذا. يعني وجهات النظر دي تختلف فيها. اصبر علي. أنا قلت لك مش مهم تقتنع، وانت ما تقولش سيدنا محمد في الأذان على فكرة، انا مش بقول لك كده، لكن في واحد تاني مستسيغ ان يقولها، لان سيدنا جاء بها لفظ الشرع، انا سيد ولد ادم. واخد بالك ازاي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقر تقديم الادب على الاتباع، لما قال لسيدنا ابي بكر في مرض وفاته خليك، وسيدنا ابو بكر لما وافقش ورجع وقال ما كان لابن ابي قحافه ان يؤم القوم ورسول الله بينهم فاقره. واخد بالك؟ وسيدنا رسول الله أقر سيدنا علي لما قال والله ما أمحوها أبدا في صلح الحديبية، وكان الاتباع يقتضي أنه يمحوها، فمحاها النبي ولم يلم سيدنا علي. واضح؟ يبقى هل هذا لفظ السيادة ده في نوع من الأدب، فالأدب يقدم على الاتباع، ولا هو الاتباع هو عين الأدب؟ وجهتين نظر. الشافعية قالوا الأدب يقدم على الاتباع، والتانيين قالوا الاتباع هو عين الأدب، فده مذهب وده مذهب، وده حلو وده حلو. واضح الكلام؟ بس لكن مش شرط انك انت تعود نفسك ان لازم الشيخ اللي انت بتاخد منه تبقى موافقه في كل الفروع والتفاصيل. لا، غلط كده، مش هتلاقي شيخ، لن تجد شيخ بهذه الطريقة. طول عمر الأمة يختلفوا في الفروع البسيطة اللي زي دي، وده يستسيغها وده ما يستسيغها، وقد لا تستسيغ أمر الآن وبعد 10 سنين قبلك ألاقيك مستسيغه. واخد بالك إزاي؟ وهكذا. تختلف وجهات النظر، والأمة تسعى بعضها. أدي المسألة، طالما نيتنا طاعة الله ورسوله. زي برضو لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، مش كده؟ اختلفوا الصحابة في عصر النبي، قالوا ده النبي يقصد ان هو يستحثنا على السفر على الوصول، والتانيين قالوا لا احنا هنصليها ولو المغرب ادن علينا، مش هنصليها الا ببني قريظة. كويس؟ ووصل الخبر للاثنين مذهبين، مذهب نظر الى مقصد القول، ومذهب نظر الى حرفية القول. واخد بالك ازاي؟ والصحابة انقسموا فرقتين، فرقة صلت وفرقة تانية مشيت صلت على المغرب هناك. ولما وصل الامر للرسول عمل ايه؟ اقر الاثنين كلهم امته، ولا قال الواحده مبتدعه وضلاله وفي النار؟ ما قالش. واضح؟ يبقى الحكايه بسيطه. خلينا بقى نخش هنا. وعلى فكره لما نخلص الكتاب ده هتتحل اشكاليات كتيره في ذهنك، فمش شرط تحل كل اشكالياتك في اول قعده.
صح ولا لا؟ احنا بنحل مشاكلنا كلنا مع بعض قاعده بقاعده، خطوه بخطوه. كان الدكتور علي جمعه ربنا يشفيه كان يقول ايه؟ كان يقول العلم عن مشايخه، الكلام ده عن مشايخه بالقطاره، نقطه نقطه. انت بقى عايز تاخده بالمغرفه، خده هتشرق وممكن تتآية. عارف انت لما تاكل حاجه بالعافيه هتتآية، مش هتستفيد بيها، لكن خدها بالراحه هنتعلمها. ولازم نتعود ان في مذاهب كثيره ووجهات نظر كثيره، وان ده كل ده داخل تحت الشرع الشريف، وان ديننا ليس مذهب، ديننا اوسع من المذاهب. واضح؟ احنا قلنا كده في المقدمه ونذكرك بيها تاني، ان ديننا ليس مذهب، ديننا ليس هو المذهب الشافعي، ديننا هو كل المذاهب، ولكن المذهب الشافعي طريقه لتطبيق وفهم القواعد على اصول اصلها الامام الشافعي استقاها من السابقين للصحابه. واضح؟ فهي دي المسألة. فنقف، بس عايزين نقف عند باب الطهارة، كتاب الطهارة، عشان نبقى وقفنا عليه. طب أنا هقول لكم حاجة، احنا كده طولنا، نقف عند هنا على الحمد لله رب العالمين. نقف عند إيه؟ رب العالمين. معكم قلم؟ ويوم الثلاث القادم نكمل إن شاء الله. أيوة اتفضل. حرمة الصيد للمحرم ولا لغير المحرم؟ للمحرم، يحرم على المحرم صيد البر ما دام محرما. لا خلاص اصلا هروح. العلة تعبدي واحتراما للمكان، وليشعر كل مخلوق في هذه البقعة بالأمان، لأن ربنا بيقول ومن دخله كان آمنا، وده خبر، واخد بالك؟ فليتحقق الخبر، وان دخله كان آمنا أي فأمنوه. واضح؟ ولكن لو لم تجد لها علة تعبدي، ربنا تعبدنا بها. أيوة اتفضل. طبعا الشافعي يقرأ الفاتحة على طول، حتى لو الإمام بيقرأ. الشافعية كده هتاخدها دلوقتي، لازم يقرأ الفاتحة، ولو ما قراش الفاتحة يبقى الركعة دي لم تنعقد، ما يسلمش مع الإمام، يقوم يجيب ركعة، إلا لو أدركه راكعا. معلش، يعني أنت لو أدركت الإمام واقفا كويس وأنت سرحان، جاي من شغلك سرحان، أنا دي ساعات مرة حصلت لي، لقيت نفسي واقف وراه قاعد بقرا التشهد من سرحاني، يعني المفروض اقرا الفاتحه، ظبطت نفسي بقرا التشهد والراجل بيركع، فانا مش هقدر انشئ فتحه جديده بقى خلاص، رحت راكع معاه واعتبرت دي مش ركعه، واما سلم قمت جبت ركعه. الشافعيه كده، لكن الحنفي ركعه، واخد بالك؟ وانعقدت صلاته، لان قراءه الامام قراءه للماموم، واخد بالك؟ ففي اكتر من كده بقى خلاف في المذاهب، ونتحمله ولا ما نتحملوش. واحد يقول لك دي صلاه باطله، والتاني يقول لك لا دي صلاه صحيحه. في اكتر من كده في الصلاه، بطلان وصحه، اهي دي اقوى من جائز وغير جائز، مش كده برضو؟ وتحملتها الامه على مر العصور مثل هذا. اتفضل. اخر سؤال. انت مش ناوي تدرس الكتاب ده وهناخد احكام الصلاه، ولا انت ناوي تروح ما تجيش تاني؟ ها؟ انت ما هتدرس الكتاب ده على فكره وناخد احكام الصلاه، هتلاقي كل الاجابات دي اتقالت، سهله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.